محتارة واش طيبي أسبوع كامل جبت لكم جدول غداء 7 أيام أفكار متنوعة واقتصادية. أكدوا لي على كلمة اقتصادية. ما تنسينيش إذا وصلتي هنا الأذكار والاستغفار اللي على بالك باللي كي تنوضي وقت الفجر وتحفظي زوج آيات يوميا تكوني قد حفظتي أقل من شهر سورة رعد إبراهيم حاج النور فرقان. أنت على بالك لو يطول في عمري وعمرك بعد 5 سنين يكونوا من حافظة القرآن الكريم. جددي النية وإن شاء الله يا ربي يوفقني يوفقكم إن شاء الله. سلام عليكم يا ربي تكونوا بخير. الأطباق حاولت ندير لكم أطباق متنوعة وأطباق اقتصادية وخاصة المرأة اللي تكون خدامة واللي تكون حتى قاعدة في الدار على الأقل نساعدوا بعضنا بأفكار. إذا كنت أنت نسيتي هذا الطبق أنا نجي نفكرك وأنت تقولي لي وش الطبق اللي عجبك. السلام عليكم يا ربي تكونوا بخير. هنا بديت درت الطاجين اليوم الأول طاجين الزيتون. درت الزيت شوية زبدة وش كتب رب العالمين من الدجاج. انا نقلي مليح مليح الدجاج يتحمر. ابخي نحط شويه البصل وشويه شويه الثوم ونخلي ذلك البصل والثوم يذبل. ومن بعد نحط الزروديه والزيتون. انتم راكم تلاحظوا باللي حطيت كل شيء مع بعضه لانه انا من بعد نقفل الكاميرا نروح نحطه في لاكوكوت يطيب. بصح اذا حبيتي تطيبيها بهذه لازم تطيبي الضربه الاولى الزروديه ومن بعد الزيتون. بصح انا عجلت تصوير لانه يغبني مع لاكوكوت. تانيك الزروديه لازم تقصيها اذا عندك هذاك اللي مشرشف هذاك يعطي له يكون مشبح يعني ما تكوني قطعتيه بيا يكون مشرشف تكون حاجه مليحه بريزونطابل في الطبسي ديالك. اما الفحات شوش درت شويه كركم شويه كمون فلفل كحل البابريكا. انا درت شويه راس حانوت زدت درت البودره تاع الثوم والملح فهمتوا. وانا نقلي هكذاك على بلا ما ندير الماء والماء ديجا كنت سخنته. وهنا من بعد نجيب ثاني شوفوا هنا راح نقرب لكم كاميرا انه بلا ما بصح يطلقت الماء تاعها. انا هكذا نحب الطياب ديالي باش يجي بنين. ونكون تانيك في نفس الوقت اني وجدت الطماطم باش نحطو هنا عينك ميزانك. راكم تشوفوا باللي الزروديه هذيك اللي مرحيه هذيك من بعد نقول لكم واش خدمت بها. جبت صدر تاع الدجاج كان عندي طرف متبل وكلش. زدت عليه برك الزروديه. مثلا عندك الدراري ما ياكلوش الخضره ولا شي حاجه دخلي لهم الحوايج كيما هذه. واذا شفتي مثلا الفيونداشي تاعك ولا واش اسمه اللحم مرحي ولا صدر تاع الدجاج يعني كسرتي له بزاف البيض ولا كاش حاجه وبقى جاري ولا كاش حاجه حتى واذا كان شابليو درتيها وما كفاش ديري شويه الفرينه وتفكريني فهمتوا. ديري شويه فرينه بشي وتفكريني فوالا. وهنا راكم شفتوا زدت الماء سخون في الاخر كيما هكذا. كي نقفل الكاميرا نحطها في لاكوكوت ومن بعد ندير الكوريات اللي قلت لكم عليهم تاع صدر الدجاج كانت عندي كميه صغيره قلت علاش لا ليكيديها يكون احسن. وهكذاك اعطى بنه ثانيك روعه. وما حبيتش نطول عليكم هنا في الفيديو. انا درت موس تاع زرديه يعني حنحط لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. صراحه توالم حتى كي تزيني السلطه ديالك ولا كاش حاجه. وهنا المريقه خلاص طابت وكلش مازال بقات غير شو اسمه لا اله الا رسول الله. لي بولات هذوما الكريات اللي قلت لكم عليهم اللي درتهم بالزروديه. تقدري حتى ديري وش اسمه بالقرعه تانيك كما قلت لكم. انا درت بلاكوكوت ومن بعد وسيت هنا لانه ما يبقاليش الوقت وما تديش كامل الوقت في الطياب لانه التصوير مع اللاكوكوت يغبني. وهنا جيت نزين الموس تاع الزروديه بهذه الطريقه بريزونطابل حتى كي يكون عندك الضياف ماشي شرط الضياف لك حاجه ديريها في رمضان ولا لعائلتك هكذا حاجه مليحه. وهنا شوفوا الشكل النهائي. لاصوص جات روعه ملبيه. ما حبيتش نطول في الفيديو لانه كان فيه 22 دقيقه. حاولت نختصر منه نعطي غير الاساس ونشرح بالفم. وبالنسبه للاخت اللي قالت لي نقصي من الهضره ولا كش حاجه اولا تقدري تشوفي من اسفل الشاشه انه اي مقطع تحبي تروحي له. هذه هي باش توفري باش تسهلي على نفسك وما تحسيش بالازعاج ولا كش حاجه. انا ما يقلقنيش انا من هذا النوع من التعليقات بصح انا نجاوب. انا من حقي اني ندافع على الوصفات تاعي نشرح وكل شيء. وانا نجتهد وانت اذا قلقتي تقدري
تسرعي الفيديو وتشوفي الحاجة اللي حبيتيها ومرحبا بك. وهذا هو الطبق النهائي. فوالا يعني روعة روعة، خاصة المرقة تاعها جات ملبية، ما جاتش يعني فيها غير باسكو كي تكثري منها بالماء بزاف بزاف حتى البنه تروح. فوالا وزينت السلطه ديالي. درت فيها الموس تاع الزرديه كيما قلت لكم، الرابط حتلقوه ان شاء الله في صندوق الوصف. وكيما قلت لكم راني نحاول اني ما نطولش على خواتاتي. وما تنساوش الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال لك احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني علاش الانسان يشغل نفسه بهذا الشيء؟ هنا في اليوم الثالث درت اليوم الاول، لا اليوم الثاني عفوا، درت سلطه، درت الرز بالخضره. هذا الفيديو جاب لي على صفحتي 89 الف مشاهده. هنا الاضاءه مش مشكله الاضاءه، نظن وضعيه الكاميرا ما عطاتش المنظر. ما قلنا ما عجبتنيش الطريقه اللي انا صورت بها هنا، ما عجبتنيش. بصح الرز طاب حبه على حبه، صدقوني اقتصاديه بلا لحم بلا دجاج، والدراري يحبوه يولوا مدمنين عليه صراحه، لانه جات حبه على حبه. دوك نقرب لكم هنا في الكاميرا، وصراحه يعني في نص ساعة تكوني ماشي نص ساعة، 45 دقيقة يكون واجد عفوا. وهنا دايما شعاري دائما لا لتدبير، انا للتبذير عفوا. هذه راني في السمانه الرابعه ما زلت نستخدم نفس الزروديه، وحتى اللفت لما حطيتها نجحت لي العمليه روعه. بالنسبه للاخت اللي قالت لي باللي اقترحت علي اني ندير بابي سلوفان، قالت لي مده اسبوعين ما يخسرلكش، وفريمون انا جاوبتها وبارك الله فيها. انا صح درتها كيما قلتي لي، وصح تقعد لي نظن فاتت لي اسبوع كيما قلتي انتيا. بصح حتى الطريقه هذه عجبتني، صح تغبني انه ترفد لي بلاصه في الفريجيدار، مي طريقتك وطريقتي ملاح في زوج. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. هكذا انا نحب حتى واذا كان كاين انتقاد نستفادوا من بعضنا، وجزاكم الله كل خير. هذه هي. جبت حطيت الزبده، حطيت الزيت عفوا، درت البصل والثوم، ذبلتهم كامل، وحطيت الجلبانه وحطيت الزروديه، لانه الزروديه قطعتها رقيقه. الجلبانه على بالكم تمتم الطيب، فزروديه قطعتها رقيقه عمدا باش تمتم الطيب. نجيب شويه طماطم، نخلي قبل كلش الخضره تاعي تتقلى مليح مليح. عطيت الوقت البصله تاعي ذبالت ومع شويه ثوم. تانيك الخضره نخليها تذبل مليح، تدخل فيها الطياب، ومن بعد نحط بابريكا، توابل دجاج، شويه القرفه، الفلفل الكحل، وشويه الكمون. او لا لا، درت البابريكا، الفلفل الكحل، شويه الكركم، وراس الحانوت. انتم ما تحبوش ديروا راس حانوت ما ديروش. ودرت تانيك الطماطم فوالا. وانا بعد اني زدت شويه طماطم نقليها كيما كنت تشوفوا هنا مليح مليح. ابخي نزيد ندير ورقه تاع رند، او مش باين هنا الرند. درت الرند ودرت الماء سخون، نخليه يطيب كيما كنت تشوفوا هنا. واذا شتيها نشفت لك عادي تزيدي لها الماء، بصح دائما الماء سخون. نخليها تطيب، وفي نفس الوقت نكون وجدت الرز ديالي شللته بيان وخليته يستقطر، ونزيد هنا نحط الرز. هنا انا عيني ميزاني متعوده عليه، بصح بالنسبه لك انت العبار كاس مع زوج كيسان تاع الماء. انا صراحه ما زدتلوش كامل الماء، يعني طابلي تمتم. بالمناسبه ما بين قوسين الرز اللي انا استعملته الرز المفور فوالا، باش نكون صادقه معك. درت هنا واش كتب ربي سلطه. الرز انا كسرت درته على يومين، لانه كي تكون عندي خرجه دائما لازم تكون عندك استراتيجيه، خطه وتكتيك. انا هكذا ندير باش ما نروحش للدار ونكون تعبانه ونروح نطيب ولا كش حاجه. لا لا، نظنكم شفتوني في الجداول من الاول ما درنا جداول مع بعضنا. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعليقات، على تشجيعكم، على كلامكم الطيب، وحتى اذا كان ملاحظات كاينه على عين والراس. انا عليا نجاوب وعليا نتفاعل معكم وعليا اني ناخذ بالملاحظاتكم. وشوفوا الرز كيفاش جاء حبه على حبه، جاء ما شاء الله.
ماذا بيا يعني على بالكم بلي أختكم راهي مازالت تدور في هذاك في 2000 ساعة، وعلى بالكم بلي سياسة اليوتيوب راهي بدلت الشروط تاعها من كانت 4000 ولات 8000. هنا اليوم الرابع درت بطاطا بالبيشاميل. لا حقيقة شكرا لكم بزاف على كلامكم الطيب والرائع. ونتمنى انكم تبقوا دايما معايا لانكم فرحتوني بزاف بزاف. لو تبقوا معايا ان شاء الله وري يطول في عمري وعمركم، يعني القناة ممكن تطلع شوية. هنا درت البطاطا تاع البيشاميل، وصفة اقتصادية كما راكم تشوفوا هنا. شوفوا كي قسمتها لكم فوالا هكذا. بصح راني نقول لكم انا البيشاميل هنا انا ما نكذبش على اختي، انا درتها شويه عاقده، انتي ما تجريها ما تخليهاش عاقده. هنا درت البطاطا ماشي خشينه، درتها متوسطه رقيقه شويه هكذا. درت فيها الملح والماء وحطيتها الطيب. هنا ندير البيشاميل، درت مغرفه تاع البيشاميل مع زوج مغارف تاع الفرينه فوالا. ونحط نخليها حتى وين يدخل فيها الفرينه الطياب، حتى وين يتبدل اللون ديالو. وهنا نبدا نحط الحليب ما لازمش يكون بارد، يكون دافئ على الاقل، فهمتوا. وتزيدي العبار تاع الحليب. انا ندير عين ميزاني. وشنو برك انا ما درتش الملح لانه انا ندير الفرماج. انت تقدري ديري الملح، تقدري ديري فلفل كحل، واذا حبيتي ديري تلوين بالكركم ولا بابريكا واش حبيتي نتيا. مي انا خليتها كيما هكذا كيما راكم تشوفوا. انا نعطيك البدائل ونقترح عليك الحاجات وانتي حره. انا برك البيشاميل جاتني شويه ثقيله فوالا. دونك حطيت البطاطا. انا سرعت المقاطع باش الفيديو ما يكونش طويل، لانه كانت فيه 22 دقيقه، خليته حتى 17 دقيقه، لانه الاشياء نعرفوها نحنا برك نذكروا بعضنا. الاطباق اذا نسيتي هذاك الطبق انا نفكرك به فوالا. وهذه هي. ونحط البيشاميل كما راكم شفتوا. البيشاميل هنا كانت شويه ثقيله، ويا سلام يا سلام كي ديري مثلا موتزاريلا ولا ديري شيدار يجي مليح. انا الجبن ديالي شويه شويه مي يفي بالغرض. المهم ناعمه وتاكليها والحمد لله. هذه هي. جبت لكم الاطباق اقتصاديه، وان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الافكار. ما تنساوش الاذكار الاستغفار. كي تقراي وقت الفجر 2 ايات تقضي اقل من شهر تكوني حفظتي 5 سورات. فما بالك اذا طول في عمري وعمركم تكونوا من حافظه القران بعد 5 سنين. على ما ديريهش كمشروع ولا لا. وهنا نجوزو الطبق اليوم الخامس، والله مش متذكره. هنا درت السلطه، درت الكسره كما راكم تشوفوا هنا. انا دائما ندير الكسره، انا نوض الصباح بكري نعجنها وكلش ونطيبها. وهنا درت كبده مشرمله جات ما شاء الله روعه. مي بصح يا حليل يا حليل. بكري كنا نقولوا القليل والفقير هي في زوج يتقاسموا في حاجه واحده اللي في زوج يقدروا يشروا الدجاج. دوكا القليل ما يعولش يقدر حتى يشري حتى الدجاج. هذا ب50,000، هذا ب50,000 عباد الله. القليل وش ياكل دركا؟ القليل وش ياكل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هنا بعد ما غسلت الكبده اللي شريتها ب50,000 وجبت المقله صغيره. شوفوا هذه كنت حابه نقلي فيها، بعد قلت لا بديش. جبت المقله هذه، جبت الزيت، قليت الكبده ديالي بعد ما نقيتها مليح مليح باش ما تكونش فيها هذيك المروريه. وجدت الثوم راكم شفتوا، وجدت لكم كل المقادير باش ما نطولش عليكم في الفيديو. قليته مليح مليح ومن بعد نحي الكبده من المقله باش نحط شويه ثوم شويه طماطم باش نقليها. دوك انا قليت الكبده راني حنحيها دركا، واختصرت الفيديو باش ما يجيكمش هنا المقاطع الطويله كما راكم تشوفوا هنا فوالا. حطيته كامل هنا. نحط الثوم ونحط شويه الطماطم كما راكم تشوفوا هنا. وديجا حطيت 2 حبات الطماطم رحيتهم في اشواء. وتاني كاين كاس فيه ربع كاس ماء فوالا. نقليهم كامل. بعد ما تقلى زدت الطوماطيش 2 حبات اللي رابيتهم هكذا. نزيد نخليها تتقلى مليح مليح ومن بعد نزيد الماء ونخلي حتى ندخل طيب هذيك الطوماطيش فهمتوا. وهنا الفحات وجدت شويه كمون البابريكا البودره تاع الثوم والملح. انا ما درتش الفلفل كحل، تقدروا ديروا فلفل كحل. انا الكمون ما نحبش نكثر منه بزاف فوالا. ونخليه هنا يدخل فيه طيب المليح الطماطم
كيما راكم تشوفوا هنا، ونزيد ثانيك ربع الماء كيما راكم تشوفوا. لما تبقبق مليح وتدخل فيها خلاص تطيب هذيك الطماطم، هنا نحط نص طياب تاع الطماطم عفوا، وهنا نحط الكبده باش تكمل الطياب تاعها. فوالا، ونزيد هنا الماء اللي كان في الماء اللي حطيته في الاشواغ اللي كان فيه طوماطيش، والطبس اللي كان فيه الكبده، درت فيها الماء. زيدوا قولوا لي نتوما ثاني ما ديروش كيما هكذا، انا كامل نديرو كيما هكذا. فوالا هكذايا، ونحطها ونخليها الطيب. هذه هي الطبق اقتصادي. انت تقدري ترافقيها بالفريت ولا كاش حاجه. انا ما نحبش نقلل، نظن راكم لاحظتوا من جدول الاول الى يومنا هذا انا ما نقليش البطاطا عندي، يعني ما نقلوش حنا بزاف بزاف، ما نكتروش، فهمتوا؟ فوالا. واذا حبيتي ديري فريت يعني صحي وكلش، ديريه في الفور. فوالا، هذه هي. درت سلطه كبده مشربله والكسره، نعمه من عند الله. وان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفات الاقتصاديه. واذا كان نسيتي هذا الطبق، انا جيت قصدي ان نفكرك فيه. هذه هي، وانتم قولوا لي شو الطبق اللي عجبكم هنا. ولا بالنسبه للطاجين تاع الزيتون، هذوك اللي بولات ان شاء الله راني صورت اليوم فيديو. ان شاء الله يا ربي ننزلكم هذه الافكار، لانه نحب نشارك معكم باش يكون فيه النوع من الاقتصاد. مهما كان الغلاء كاين الدجاج طلع، البطاطا طلع، يا حليل على القليل، والله يا حليل. هذا ما كان. نتمنى هذه الافكار عجبتكم، ومرحبا بكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على تعليقاتكم وعلى كلامكم الطيب. بصح نتمنى انكم دائما تدخلوا لي، لانكم نتوما اللي نورتوا لي القناه صراحه. حتى اللي ما داروش تعليقات، ثانيك هما ثانيك نوروا القناه. شكرا لله عز وجل، ثم لكم نتوما. هنا اليوم السادس درت سلطه تاع البطاطا، ودرت الكسره مع سلطه تاع البطاطا نديرها بالزيت زيتون، الله الله، مع الكسره. حاجة نعمة من عند الله، والحمد لله، ألف حمد والشكر. فوالا هكذا نكون شاركت معكم وصفات اقتصادية. ونجوزو تانيك اليوم الأخير اللي درت فيها الأفخاذ تاع الدجاج في المقلة، بلا فور بلا حتى حاجة، مع البرغل ولا صوص. نقول لكم نكذبش عليكم، ما شاء الله. أنا شاركت معكم هذه الفيديو، راكم تشوفوه في القناة، تقدروا تشوفوه. أنا حنزلكم الرابط تاع المستعزرودية، الرابط تاع افخاذ تاع الدجاج في المقله. بربي ان شاء الله حنزلها لكم. اي حاجه قلت لكم عليها ان شاء الله بمشيئه الرحمن حنزلها لكم. وشوفوا لاصوص روعه روعه، هذه غير في المقله، ما تديش كامل الوقت وتجي روعه. فوالا هذه هي. نتمنى تكون الوصفات عجبتكم. خوتي وخياتي، ما تنساوش الاذكار والاستغفار والقراءه سورة ايتين في وقت الفجر. صدقوني نقدر نحفظوا اكثر من سورات في اقل من شهر، فما بالك اذا طول في عمري وعمركم نكونوا محافظه القران الكريم بعد 5 سنين. نحن وصلنا نهايه الفيديو. نتمنى من قلبي نلقى الاذان الصاغيه انها تشوف لي الفيديو من الاول للاخير. هذه هي. اللهم اني اسالك عمل نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا وهذا، في السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.